الرز بالخلطة، واعملوا سبسكرايب وتعالوا نعرف الطريقة. واحدة من أهم الحاجات إن احنا نكرمل السكر. أنا حطيت معلقة سكر في الحلة، وأهم حاجة عشان السكر يتكرمل بنجاح توطي النار، وطيها قوي أكنك بتعملي قهوة. التوطية بتضمن لك إن السكر يتكرمل من غير ما يتحرق. نزلت بعد كده ببصلة صغيرة مبشورة وقلبتها كويس مع السكر المتكرمل ده، وهوب بسرعة رحت نازلة بحتة زبدة بلدي محترمة. الوصفة دي بتحب الزبدة البلدي أو السمنة البلدي. بعد ما السمنة أو الزبدة ساحت، نزلت بالتوابل والبهارات ورشة الملح اللي هتعادل طعم السكر. بعد كده الرز المصري المغسول والمية المغلية تقلبتين، وعلى طول رحت قافلة الغطا. نهدي النار ونبدأ نشتغل في الجزء التاني. كان عندي قناصتين كده من الفرخة والكبد، بعد الغسيل نزلتهم على طاسة اللي فيها الزيت، وبدأت أسويهم كده تسوية محترمة. بحطهم برضو على نار هادية واسيبهم على جنب. الطاسة بتاعتي ورحت نازلة بالمكسرات اللي أغلبها زي ما انتوا شايفين سوداني، أهزها كده واسيبها علشان تستوي. مامتي بقى ما بتحبش كبدة الفراخ، فعملت لها بسلة بطريقة سوتيه ونزلت عليها بالتوابل عشان أرضي جميع الأذواق. الرز استوى ومفرفر وقلبي مفرفر معاه. القالب بتاعنا ونبدأ نعمل الطبقات. الأول بننزل بالمكسرات ونسويها كويس، بعد كده الكبدة بتاعت الفراخ وشوية القناصة وبرضو نسويها كويس. الشكل بيفتح النفس على الأكل. نزلت بعد كده بالرز المفرفر وبمعلقة وأبدأ أسويه كويس قوي علشان كل حاجة تبقى تمام التمام، وعشان ضيوفنا وأهل بيتنا يفرحوا على سفرتنا، خصوصا لو كانت عزومة في شهر رمضان. حطيت شوية رز كمان، حسيت ان القالب عايز يتساوى، وبعدين هرجع واسويه كويس قوي. كده القالب بالنسبة لي بقى تمام التمام ولوز العنب. نخش بقى على القالب اللي بعديه. انا طبعا بهتم قوي بالتسوية لاني نمكية شويتين. القالب اللي بعده نزلت بالمكسرات سويتها في قعر القالب، وبعدين نزلت بطبقة من الرز بتاعي نساوي كويس علشان ياخد الشكل بتاع القالب. ونزلت بعد كده بالبسلة السوتيه وبرضو سويتها كويس، وبعدين طبقة تانية من الرز. هوب افتح يا سمسم. الله، حاجة كده تفتح القلب والنفس على الحياة مش على الأكل بس. المكسرات مع الكبد مع الرز، وبعد كده مامتي بقى وذوقها لأنها ما بتحبش كبدة الفراخ. هوب افتح يا سمسم. الله، الرز مع البسلة مع المكسرات عاملين لوحة فنية. ده مش طاجن رز بالخلطة يا جماعة. اعملوا سيف للوصفة ويلا ناكل من جوه الحل.